عايزه استثمر صراحتك يا مدام صفاء واسالك. نعم. عن استثمري، ما انت هستثمر كل ده بس. كتير النهارده. الحلقه اللي انت عملتيها وندمتي عليها ايه هي؟ انا مش هقول اسم. انا مش هقول اسم. نفهم شويه. يعني هي فنانه جايه. هنعتبرها فزوره من فوازير رمضان فوازير واحنا رمضان. هنعرفها انا هقول لك لوحدها. الفزوره. بصي فيها. هي فنانه انا للاسف بحبها جدا، انا مستغرباها، ولكنها كانت اجريسيف، يعني داخله خناقه، يعني مش جايه ساعه صفا، جايه تتخانق، على الرغم انها صديقه ليا. ثانيا ممثله زميله، واول ظهورها كانت معايا برضو. شفت الفزوره بدات منين؟ اول ظهورها كانت معايا في حلقات، وكانت في اواخر ايامنا في الاطفال. هي دخلت برامج الاطفال واشتغلت معايا فترات طويله، وانا بحبها اساسا. فوجئت باتيتيود غريب، شخصيه مختلفه تماما. ده من اول ما انا قبل ما تبتدوا الحلقه؟ لا، قبل عارفه السكوت اللي يسبق العاصفه. لقيتها متوتره وساكته وفي حاجه، وانا مش عارفه في ايه. انا عايزاها مبسوطه واهزر معاها واكلم فيها واعمل فيها، وهي سنانها متوتره زعلانه، مش عارفه في ايه. انا مش عارفه في ايه. وبعدين طب ابتديت. بتتكلم ازاي؟ سهلي الفزوره يعني شويه. لا يعني لو قلت لها مثلا حلو الفستان ده، تقولي طبعا فستاني حلو وكل فساتيني حلوه، وطول عمري فساتيني حلوه، ومن يوم ما اتولدت انا فساتيني جميله وحلوه. يعني احتمال هي تعبانه. تدي عذر. دايما اعذار واطول بالي. طولته لدرجه ان في جمهور بقى يتفرج عليا زعلان مني. ما ردتش عليها ليه؟ ليه ما ردتش؟ طيب ممكن تعملي ساعه صفا اه مع صفاء ابو السعود؟ انا